السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض الكشري المصري. الكشري بقى بكل تفاصيله، وان شاء الله يطلع معاكي مظبوط وكويس جدا. وعملنا الشطة والدقة، وكمان شلنا شوية بصل لوحدهم. والصلصة الطعم جميل جدا جدا جدا، يعني احسن من بتاع بره، وحاجة انتي عاملاها ببيتك ضمناها وعارفاها كويس ونظيفة، وبتأكلي اولادك حاجة مظبوطة وكويسة، احسن من اللي بنجيبه من بره. بصراحة ما بنكونش عارفين معامل ازاي، مين اللي عامل الكلام ده كله. طبعا المقادير كلها سهلة وبسيطة، بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت سبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة فضلا وليس أمرا. هنا بقى أنا أول حاجة هنقع العدس. حطيت شوية مية وغسلت طبعا شوية العدس كويس، نفس الكمية اللي انت هتعمليها، دول مثلا حوالي 8 كيلو. انت لو بتحبي العدس اكتر ممكن تزودي، بس انا هنا عملت 8 كيلو، يعني ما عملتش كتير، او اقل من الربع بشوية. سيبته بقى حوالي ساعتين كده منقوع. لو انت مستعجلة عليه ممكن تحطيه في مية سخنة، يعني تنقعيه حوالي نص ساعة ولا ساعة في مية سخنة، هيكون بنفس المثابة ديت، يعني هيكون بنفس الحكاية. هجيب بقى هنا البصل. الكشري طبعا بيفضل ان هو ان انت تعمليه بصل ابيض، تعملي البصل بتاعه يعني يكون ابيض، بس لو مش متواجد بصل ابيض يبقى برضو البصل الاحمر مش هيقول لا، اي حاجة بتمشي الدنيا. انا هنا ما كانش عندي بصل ابيض، عملته بالبصل الاحمر وبرضو طلع جميل ما شاء الله، اللهم بارك. عملت طبعا جيت اعمله بالمبشرة هنا فما نفعتش معايا كويس، فقلت خلاص انا هقطعه بالسكينة. برضو هتقطعيه حلقات بسيطة، حلقات خفيفة كده، يعني مش هتكبري الحلقة قوي علشان ما ياخدش معاكي وقت في السوا، ومش تخلي واحدة كبيرة وواحدة رفيعة، علشان مش الرفيعة تستوي وتحمر وتكون كويسة، والكبيرة تلاقيها لسه محمرتش خالص ولسه محتاجة سوا. فلما تسيبي الكبيرة هتلاقي الرفيعة اتحرقت. فانت تخلي المستوى كله في سوا بعضه. لما تلاقيها كبيرة شوية زي كده اقسميها نصين عشان كله يطلع في نفس المستوى. هقطع بقى كمية البصل وارجع لكم. انا هنا قطعت الكمية اللي انا عايزاها كلها. طبعا لو عايزة تزودي البصل دوت على حسب الرغبة، عايزة تزودي مش مشكلة، هتضيفي بقى شوية دقيق، رشة دقيق كده، تشمعي البصل كله بالدقيق قبل ما تحطيه في الزيت. هشمع البصل كله بالدقيق كويس، بيخلي البصل طالع معاكي مقرمش زي بتاع المحلات بالظبط. هجهز بقى الزيت اللي انا هعمل فيه. طبعا انا حاطه مقدار زيت كتير، يعني ممكن اضيف شويه زيت تاني لا هو كده كويس. حاطه مقدار زيت كتير شويه كتار، يعني لان انا بقيت كميه الزيت دي طبعا مش هرميها خالص، انا هستخدمها في بقيه الحاجه زي الصلصه والدق والشطه والحاجات دي كلها، والرز طبعا والشعريه. هستخدم الزيت بتاع البصل. طبعا الزيت بتاع البصل بيكون ليه طعم تاني لوحده، يعني يفضل ان انت تستخدمي الزيت بتاع البصل، تزودي الزيت في البصل عشان يتحمر كويس، وطبعا هتصفيه ويكون عندك زيت بقى تستخدميه لباقي الحاجات، بيخلي الكشري طعم بصراحة. هتجيبي بقى الصينية او الطبق اللي انت هتطلعي عليه البصل، هتحطي عليه مناديل مطبخ علشان يتشرب اي زيوت هتنزل من البصل ويخلي معاكي البصل مقرمش. هنا بقى كنت هسيبه شوية كمان، انت لو كنت عايزة تطلعيه في الدرجة ديت ماشي اوكي، مفيش مشكلة، على حسب الدرجة اللي انت عايزاها. في اللي بيحبوا كده وفي اللي بيحبوا اغمق شوية زي بتاع بره. انا هنا هسيبه كمان شوية وهصفيه، هطلعه من الزيت وهصفيه كويس وهحطه على المناديل، والزيت الباقي طبعا انا هستخدمه، مش هعمل فيه حاجة. لو انتوا لسه معايا لحد هنا صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بشكر الناس على التعليقات الجميلة اللي هي قالتها لي، شكرا بجد من القلب. ربنا يخليكم ليا وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. هنا بقى انا كنت خلاص هطلع البصل كده، دي الدرجة اللي انا عايزاها، مش هسيبها اكتر من كده. هحطه على المصفى بس، يعني حاولي تطلعي اللي في الزيت كله، او لو معرفتيش ممكن تصفيه، يعني كده او كده بالمصفى العادية، وتصفي الزيت دوت وتستخدمي الزيت التاني برضو هيكون طبعا. عايزة تكملي على انا هكمل على نفس الحكاية دي، هشيل بس شوية زيت على جنب وهكمل هعمل الشعرية والرز وكل حاجة بنفس الزيت اللي محطوط في الحلة، بنفس الحلة كمان، مش هغير الحلة طبعا.
كده تمام. هوريكم بقى ده شكل البصل بعد ما انا طلعته، كان مقرمش يعني خلاص. بصوا اتساب شويه طلع مقرمش جدا، يعني طعمه حلو بيتكسر كده بسهوله، مش ما فيهوش واحده محروقه قوي وواحده بيضه خالص، لا كله الحمد لله يعني في نفس المستوى. هعمل بقى الشعريه هحط بس شويه شعريه الاول يتحمروا، وهشتغل طبيعي جدا كاني بعمل شويه رز عاديين. هحط هنا الشعريه، كميه الشعريه اللي انا عايزاها. طبعا كميه الشعريه تتناسب مع كميه الرز، اذا كنت هتحطي كوبايتين رز او اكتر او اقل على حسب عدد الافراد اللي عندك. هحط الشعريه وهسيبها تحمر كويس، وبعد كده هضيف عليها الرز. طبعا انا على العدس كنت قايله لكم ان انا نقع العدس وسايباه كده على جنب، ده بقيت كميه الزيت اللي انا شايلاها. انا شلت طبعا شويه زيت من الحله ديت لان هستخدمها في حاجات تانية. هنا بقى كنت حطيت ميه للمكرونه علشان تتسلق، هسيبها شويه لحد ما تسخن الميه لان المكرونه تنزل على ميه سخنه. الشعريه هنا كده اتحمرت، طبعا غسلت الرز وجهزته. هضيف بقى عليه الرز. انا حاطه هنا كوبايتين رز هحطهم هضيفهم دلوقتي. الرز ما تسيبيهوش منقوع ولا حاجه، الرز تغسليه وتحطيه على طول، ما تخليهوش منقوع. هشوح الرز مع الشعريه، واخلي الرزايه تتشمع كويس من الماده الدهنيه اللي انا حطاها علشان يطلع الرز معاكي مفلفل وحلو. انا كده لسه ما ضفتش العدس لحد دلوقتي، انا صفيت العدس يعني كده. انا كنت سيبته طبعا، اول حاجه بدات بيها العدس، يعني اول حاجه تبداي بيها هي العدس، تسيبيه يتنقع شويه حوالي ساعتين او ساعتين ونص مثلا. لو زي ما انا قلتلك انت مستعجله عليه، مستعجله على الوجبه على الاكله، ممكن تحطيه يتنقع في ميه سخنه لمده مثلا ساعه، علشان لما تحطيه على الرز يستوي في نفس مستوى الرز، يعني مش بعد ما تلاقي الرز استوى تلاقي الرز مستوي والعدس مش مستوي، لا هتلاقي كله مستوي ان شاء الله في وقت واحد، مش هتلاقي حاجة مستوية وحاجة لا. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. انا هنا بقى شوحت الرز كويس، هسيبه بس مقدار كام ثانية بس كده، وبعد كده هضيف عليه العدس. هنا كده دلوقتي انا هحط بقى عليه العدس. هنا ده بعد ما اتنقع طبعا الكمية بتاعته اتضاعفت، يعني حاطة كوباية هتحسيهم كوبايتين، يعني الكمية طبعا بتتضاعف، اي حاجة بتنقعيها الكمية بتاعتها بتتضاعف. انا شايفة الطريقة ديت افضل من ان انتي تسلقي العدس لوحده وكل حاجة لوحدها. طبعا انا ما حطيتش على مش ملناش يعني ان احنا نحط على الكشري حمص، فبكتفي بس بكل حاجة بعملها الا الحمص، مش حطيته عليه يعني. بشوحه برضو شوية تاني زي نفس نظام الرز. انا كده لحد دلوقتي لسه ما ضفتش الميه. هحط بقى البهارات بتاعتي، هحط ملح. الملح طبعا انتي بتحطيه وبعد كده لما بتحطي الميه بتدوقيه. وهحط شويه كمون، انا بكتفي بالملح والكمون بس عليه، ما بحطش اي حاجه تانية. ممكن ان انتي تقللي كميه الملح شويه وتحطي مكعب مرقه الاول، وبعد مكعب المرقه تضيفي الملح تدريجيا علشان بس ما يملحش منك الحاجه. هشوف بقى الميه بتاعه المكرونه. الميه بتاعه المكرونه هنا كانت كويسه، البخار طلع منها. هحط فيها شويه ملح وبعد كده هحط فيها المكرونه. انا المكرونه هنا بقى بستخدم مكرونه اللي هي المعوجه الصغيره كده شويه، هي ديت يعني صغيره المعوجه. وبرضو بستخدم مكرونه اللي هي التحمير، اصغر حاجه اصغر حجم. والمكرونه اللي سباكيتي، المكرونه اللي سباكيتي بحب اكسرها على 4، اكسر الواحدة على 4، عشان طبعا انتي الكشري بيتاكل بمعلقة فيكون كويس وانتي بتطلعيه كده. المكرونة اللي سباكيتي ما تكونش طويلة قوي علشان ما تلخمش في الاكل. هشوف بقى الرز هنا كان اتشوح كويس جدا، وكل حاجة اتشمعت من المادة الدهنية اللي انا حطاها. وهزوده بقى مية، هتزوديه طبعا مية مغلية كده، يطلع الكشري الرز معاكي مفلفل
يطلع الرز معاكي مفلفل وكويس، ولا معجن ولا هو ناقص سوا. هسيبه بقى على النار. طبعا انا هنا كده عملت ديت، عملت الرز هسيبه على النار، وحطيت المكرونه علشان تتسلق، وكله يخلص في وقت واحد ان شاء الله. هنا كده المكرونه انا حطيتها، هغطي بقى على الرز وهسيبه كده يتشمع. هنا كان الرز اتشمع بس شويه، هوطي عليه واسيبه يكمل سواه. وهشوف المكرونه كده استوت. انا طبعا صفيتها من الميه ورشيت عليها رشه زيت من فوق. بعد ما صفيتها كويس من الميه رشيت عليها رشه زيت من فوق. وهجهز الصلصه بتاعه الكشري. حطيت الزيت اللي انا كنت مستخدماه اللي هو بتاع البصل، زيت البصل صفيته كويس، وحطيت الكميه اللي انا عايزاها من الماده الدهنيه اللي هي زيت البصل. وحطيت التوم حوالي 4 فصوص توم مثلا. طبعا صلصة الكشري بتتعمل بالثوم مش بالبصل. حطيت الثوم هيتشوح بس شوية، وبعد كده هنزل عليه بالصلصة. عندك طماطم صبحة، يعني طماطم جاهزة هتعصريها وتصفيها وتضيفيها، او عندك صلصة ممكن تضيفيها برضو، او لو عندك طماطم مخزنها في الفريزر. هشوح الثوم بس كده كويس، ولحد ما يدخل على اللون الذهبي كده هضيف عليه الطماطم. لو انتوا لسه معايا لحد هنا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا كده انا حطيت الاول معلقتين صلصه، معلقتين صلصه عاديين، يعني الصلصه المعلبه او صلصه في الفريزر انتي مخزنيها صلصه. حطيت معلقتين صلصه، وهضيف بقى شويه طماطم. الصلصه دي طبعا المعلقتين اللي انا حطيتهم في الاول بيخلي لون الصلصه احمر، مش بيخلوها. يعني لو الطماطم اللي انتي جايباها صفرة شوية هتزودي عليها معلقتين صلصة من دي زي ما انا عملت كده في الاول، هيخلي معاكي اللون احمر. وهزود بقى التوابل بتاعتها. الصلصة هنا انا هسيبها تغلي شوية، بس الاول هحط لها شوية سكر، واحط لها بقية التوابل، الملح والمرقة لو حابة، يعني مكعب مرقة، والملح والسكر. السكر طبعا عشان الحموضة. وهحط شوية كمون كده. انا حطيت الملح والمرقة والملح سوري الملح والسكر والكمون، وشوية فلفل اسمر صغيرين خالص، وهديهم تقليبة وهوطي عليهم النار. هخلي النار هادية مش هخليها عالية قوي، لحد ما تطلع الصلصة مظبوطة، يعني تسبكوا كده شوية. مش عايزاهم طبعا يتسبكوا قوي يكون صلصة تقيلة، لا انا بس هما هيستووا شوية، هتتسبك شوية، لان انا عايزاها خفيفة برضو مش زي الصلصة بتاعة الطبيخ. هشوف بقى هنا الرز كان استوى. الرز كده استوى ما شاء الله. العدس استوى جدا، والرز استوى، كله استوى في نفس الوقت. وبص طالع مفلفل وجميل، ولا لا هو معجن ولا هو ناقص سوا. كده احنا هنا كنا حاطين الشعرية والرز والعدس. وسلقت المكرونة برضو كانت اتسلقت وجهزت. هعمل بقى هنا شوية شطة لحد ما الصلصة تتعمل. كانت الصلصة خلاص ناقصلها حوالي، يعني كان ناقصلها دقيقتين ولا 3. هعمل الشطة. حطيت برضو شوية زيت من اللي انا عملتهم بتوع البصل، شوية زيت بتوع البصل، حطيت المقدار اللي انا عايزاه. وهحط عليهم معلقتين شطة او 3 معالق شطة، يعني على حسب كمية الشطة اللي انتي عايزاها. هنا انا حطيت معلقة، لان انا كنت عايزة كمية صغيرة خالص، يعني شوية صغيرين خالص مش عايزة اكتر. هحمرها بقى كويس، يعني احمر الشطة فيها كده كويس، وبعد كده هنزل عليها بشوية صلصة. هنا بيطلع معاكي ممكن تزودي الزيت وتزودي الشطة يطلع وتسيبيها كده في الاخر، او تحطي معلقة صلصة صغيرة يطلع معاكي شطة زيت.
هتقلبي بس فيها كده شوية باستمرار. ممكن طبعا تستغني عن الشطة لو انت مش بتحبيها او مش بتاكلوها. هنا كده كانت اتقلبت طبعا شطة زيت يعتبر، بس انا هضيف عليها شوية هنا ضفت عليها شوية صلصة. وكده انا اكون خلصت الاكل بتاعي، يعني كده خلصت هقدمه بقى. انا كده خلصت. طبعا حطيت المكرونه والرز من فوقيه والصلصه وشويه بصل على حسب التذويق اللي انت بتحبيه. ايه تحبي الكميه طبعا هنا تقدري تعايري الكميه بتاعتك، عايزاها كتير، عايزه الصلصه كتير، عايزاها قليله، عايزه الرز اكتر، عايزه المكرونه اكتر، تقدري تتحكمي في حاجتك براحتك. وهنا دي الشطه، وطبعا عملت شويه دقه بس ما صورتهمش يعني. ده عباره عن ميه سخنه وتوم وليمون وخل وبقيه التوابل ملح وكمون وشويه فلفل مثلا، وتدوقي الطعم بتاعه. لو هتلاقيه مظبوط كده ما تزوديش ملح تاني، بس ما تزوديش مقدار الملح مره واحده علشان ما تحدقش معاكي. كده انا اكون خلصت الفيديو. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله.